سنة 2025 كانت سنة متنوعة جدا في السينما المصرية، اتقدم فيها أفلام كتير، أفلام كوميدية وأفلام رومانسية وأفلام أكشن، ولكن برضو الأفلام دي في منها السيء وفي منها الكويس. عشان كده في حلقة النهاردة هقول لكم عن أسوأ الأفلام اللي اتقدمت في سنة 2025، والفيلم رقم 5 معانا في أسوأ الأفلام هو فيلم المشروع إكس من بطولة كريم عبد العزيز. فيلم أحداثه بتدور في إطار أكشن تشويقي عن عالم الآثار يوسف الجمال، واللي بيتهموه إن هو قتل زوجته، وبعدين بتتوالى الأحداث في إطار ما بين الأكشن والغموض. شوف، أنا كنت متوقع إن الفيلم ده هيطلع حلو زي فيلم بيت الروبي اللي عمله كريم عبد العزيز، واللي احنا حطيناه بالمناسبة من ضمن أفضل 10 أفلام اتعملت في سنة 2023، ولكن للأسف الفيلم طلع سيء. ولكن مشكلتي الوحيدة هي حبكة الفيلم اللي كانت ضعيفة جدا، وضعف السيناريو لدرجة إنك كمشاهد ممكن تتوقع إيه اللي هيحصل في الأحداث بعد كده، ودي حاجة سيئة جدا. يعني أنا عن نفسي وأعتقد أنتوا كمان ما بتحبوش تتفرجوا على الفيلم اللي انت بتكون متوقع احداثه بشكل كبير. انا عايز افكر، عايز عقلي يشتغل وانا بتفرج على الفيلم، وده ما حصلش خالص في فيلم المشروع اكس. واعتقد ان فيلم المشروع اكس هو واحد من اقل افلام كريم عبد العزيز اللي عمل، ويا ريت الاستاذ كريم عبد العزيز يرجع يقدم افلام تانية للسينما بنفس مستوى الافلام بتاعته اللي كان بيقدمها في الفترة اللي فاتت. ومن الحاجات اللي ساعدت ان فيلم المشروع اكس يحقق نجاح جماهيري كبير في السينمات هو ان الفيلم اعتمد على الابهار البصري اكتر من ان هم يكتبوا سيناريو كويس للفيلم. والحاجه التانية هي اسم كريم عبد العزيز طبعا، ولكن لما تيجي تتفرج على الفيلم كده على رواقه وانت قاعد في البيت مش هتستفاد اي حاجه من الفيلم. الفيلم رقم 4 معانا هو فيلم قصر الباشا. الفيلم من بطوله احمد حاتم وهنا الزاهد، وبتدور احداث الفيلم عن جريمه قتل غامضه في فندق، وبعدين بتتوالى الاحداث عشان نحل العقده الدراميه دي ونشوف مين القاتل. الفيلم كان ممكن يكون من افضل افلام السنه، ولكن للأسف الفيلم افتقر لحاجات كتير جدا أهمها السيناريو. يعني أقل حاجة ممكن نقولها طالما احنا بنعمل فيلم نكتب سيناريو كويس. وزيد على كل ده بقى ان حوار الفيلم كان ضعيف جدا، والغريبة ان الفيلم ده المفروض ان هو يكون فيلم غامض، ولكن الغموض ده اتحول لكوميدي. وكمان فيلم قصر الباشا ايراداته كانت ضعيفة مقارنة بالافلام اللي بتتعرض قصاده في السينما، بس احمد حاتم عموما قدم اعمال فنية كويسة قبل كده. والفيلم رقم 3 معانا النهاردة هو فيلم المستريحة. بتدور احداث الفيلم ده في اطار كوميدي، والفيلم من بطولة ليلى علوي اللي مفيش شك ان هي قدمت اعمال فنية كويسة قبل كده. ولكن فيلم المستريحة كان ممكن يكون تجربة كوميدية لذيذة، لكن افتكر لكل حاجة تقول ان ده فيلم سينما اساسا. حوار مفيش حوار، سيناريو للفيلم مفيش سيناريو للفيلم، قصة مش متوازنة، ودي حاجة أدت إن الفيلم ما يكونش أفضل حاجة في الحياة. وكمان أدت إن الفيلم ده في النهاية يحقق إيرادات قليلة جدا في البوكس أوفيس. والفيلم رقم 2 معانا النهاردة هو فيلم فار بسبعة أرواح. بدل قطة بسبعة أرواح جبنا فار وعملناه بسبعة أرواح، اللي هو الحاجة اللي عكس القطة، يعني واخدين بالكم؟ الفيلم من بطولة أحمد فتحي والراحل سليمان عيد، وكان بيشاركهم في بطولة الفيلم ده عدد من الفنانين التانيين. الفيلم للأسف كان من أسوأ أفلام عيد الفطر 2025، وده لعدة أسباب. احنا مش بنقول كده بنفتري على الفيلم مثلا. أهم الأسباب دي هو ضعف السيناريو والحوار بتوع الفيلم اللي كانوا أسوأ حاجة في الدنيا. ولكن أنا بشوف حاجة بقى، إن أحمد فتحي لازم يركز على جانب تاني غير الكوميديا في الفترة اللي جاية دي. وأحمد فتحي كان ليه تجارب قبل كده في أدوار تراجيدية كانت مؤثرة وحلوة قوي. والفيلم رقم 1 معانا النهاردة في سلسلة أسوأ 5 أفلام في سنة 2025، وهو الفيلم الأسوأ بكل تأكيد، هو فيلم الصفة الثانوية بنات. ودي تاني سنة تقريبا نحط فيلم لعلي ربيع في الأسوأ. يعني أنا نفسي أحط فيلم لعلي ربيع في الأفضل بصراحة. أنا علي ربيع بيضحكني بالفطرة عموما، ولكن الأعمال اللي بيختارها هي أعمال سيئة وبتفتكر لكل حاجة بصراحة، ومن ضمنهم فيلم الصفة الثانوية بنات. الفيلم اللي بيحكي عن مدرس بيكره الستات، واللي بيضطر فجأة ان هو يكون مدرس في مدرسة ثانوية بنات. ومش بس كده، ده كمان بيضطر وغصب عنه ان هو يكون مدرب كرة قدم نسائية عشان هو عنده عقدة من الستات، فهنجيب له كل حاجة فيها ستات قدامه. وبس كده يا سيدي، بتتوالى الاحداث بقى في اطار ما بين الكوميديا والافيهات اللي مش كويسة جدا واللي ما اتكتبتش كويس خالص في الفيلم ده. والفيلم كانت عرض في موسم عيد الفطر 2025،
وانا بصراحة كنت متوقع ان الفيلم ده هيكون مختلف عن كل الافلام اللي قدمها علي ربيع قبل كده، ولكن للاسف الفيلم كان من حيث الضحك والمواقف الكوميدية مش افضل حاجة خالص، وعلي ربيع لازم في الفترة الجاية ينوع في اعماله شوية. الفيلم ممكن يكون حقق ايرادات معقولة لما اتعرض في شباك التذاكر، ولكن برضه الفيلم محققش نجاح كبير يعني، وما اعتقدش ان انا هرجع اشوف الفيلم ده تاني لاي سبب من الاسباب. وانتوا بقى اكتبوا لنا في الكومنتات تحت ايه هما افضل 5 افلام واسوأ 5 افلام في 2025 من وجهة نظركم. وبس كده، اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.